من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة، في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة، في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا. نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء للتضحيات الكبرى، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، بقواي وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم. والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يقدرك إن شاء الله. الجزائر أمانة بين يديك. في خبر وصلنا مشاهدينا الآن اللحظة كما يظهر في أسفل الشاشة في شريط الهام، عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعيد محمد أسعيد وزيرا مستشارا للاتصال، ناطقا رسميا باسم الرئاسة الجمهورية. المسؤولية الحمد لله ما دخلتش فينا، نعرفوا أن المسؤولية هي نار مش امتيازات. مانيش متشائم، صحيح الوضع صعب في البلاد، وصحيح ربما هذا الاستقرار اللي نحن رانا نعيش فيه اليوم تحول إلى ركود. غايتنا في نهاية الأمر أن نبني دولة قوية بجيشها وأمنها ومؤسساتها. التغيير يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تضحيات، لأن هذا المشروع راح يغير علاقات القوى داخل المجتمع. السؤال: منين جاء هذا المال؟ وعلاش السلطة راهي صامتة على مثل هذه التصرفات اللي تأثر على إرادة المواطن وعلى حرية تعبير المواطن يوم التصويت؟ اللي اعطاني الاعتماد الان، نقول عمري ما قلتها ولكن نقولها الان، وزير فاضل بالنسبه لي هو السيد محمد السعيد، وزير سابق للاتصال. لماذا؟ لانه يقدرني كثير وانا نقدره كثير، وكان يقول لي انت علاش ما عندكش الاعتماد؟ كنت نقول له ما عطاونيش الاعتماد. كيفاش ما عطاونيش؟ يقول لي التجار داو، ولا عندهم رياضه داو، ولا عنده كان كايري داو، ولا عنده فلوس داو، انت كيفاش ما عطاولكش؟
لما جاء وزير قال لي دير طلب، هو شجعني، درت الطلب، هو اللي عطالي الاعتماد. نشير مشاهدينا لها مظاهر أسفل الشاشة أن توفي اليوم الثلاثاء المستشار السابق برئاسة الجمهورية بالعيد محمد أساعيد عن عمر ناهز 75 سنة. إذن كما تتابعون في هذا النعيم، توفي صبيحة اليوم الوزير المستشار الاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سابقا محمد أساعيد بالعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. بداية ننتقل إلى رحمة الله اليوم بالعاصمة. الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية بالعيد محمد أساعيد عن عمر ناهز 75 سنة إثر مرض عضال. وإثر هذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد. الملك فيصل إلى دمشق الوزير السعودي للدفاع وتسليم رسالة خاصة إلى الرئيس. دخل بيوت الجزائريين في زمن الأبيض والأسود ليشق مسارا إعلاميا بدأه كصحفي بالتلفزيون الجزائري، حيث عرف بين زملائه بملكة خاصة وكاريزما في إلقاء الأخبار، وفي أحايين كثيرة يرتجل الكلام سليقة.